السلام عليكم، اهلا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. هنعمل النهاردة البفتيك اللحمة بطريقة بسيطة وجميلة. هنجيب 3 بصلات ونفرمهم او نبشرهم بالمبشرة، ونحط عليهم 2.5 معلقة صغيرين ملح، ونص معلقة صغيرة جنزبيل بودر، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، وهنفرمهم. وبعدين نحط لهم 2 كبار خل للبصل، ونعصر 2 ليمونة عشان نتبل البفتيك. وهنكون جايبين كيلو الا ربع لحمة بفتيك من عند الجزار، ونقول للجزار يبططه. لازم الخطوة ديت مهمة للبفتيك عشان يفتت الأنسجة بتاعة اللحمة. هي ما تصورتش معايا في الفيديو، ولكن احنا بنبطط البفتيك ضروري. هنبدأ نجيب شرايح اللحمة المبططة اللي الجزار دقها لنا عشان تفتت الأنسجة بتاعت اللحمة، ونتبل ونسيبه في التتبيلة 4-5 ساعات. وبعد كده نيجي نعمل التغطية اللي هي عبارة عن بقسماط ناعم، وعليها 3 معالق كبار دقيق، ورشة فلفل اسود، ورشة ملح صغيرة، وشوية لبن في بولة. انا ما بحطش بيض، اللي بيحب البيض يضيف بيض. هنبدأ ناخد شرايح اللحمة نحطها في اللبن، من اللبن للبقسماط المبهر مع الدقيق، ونضغط على قطعة اللحمة كويس علشان البقسماط يمسك فيها ما يفكش في الزيت. نضغط واحنا بنعمل التغطية بالبقسماط عشان القشرة تبقى ماسكة فيه. بعد كده هنجيب طاسة على النار فيها زيت ساخن، ونبدأ نحط شرائح البفتيك ونقلي على الناحيتين لما يبقى لونها ذهبي كده، ذهبي فاتح، ما نغمقوش. وده شكله بعد التقديم. ممكن يتقدم مع سلطة خضراء أو طحينة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة.